عزيزي شيف براك، هو صحيح انا استلهمت فكرة الكفتة ام شراشيب اللذيذة اللي في صينية واحدة دي منك، بس ده ما يمنعش اني هعملها احلى. وده مش غرور والله، على قد ما هو ثقة في ان الكفتة المصري هي الكفتة رقم واحد في العالم كله، وده بشهادة كل الاكيلة. وده راجع لمكون رخيص جدا بنضيفه للحمة فيزود كميتها وما يخليهاش تكش سنتي واحد بعد التسوية. ده غير المطة والأستكة بقى واللمعة اللي مش هحكي لك عليها. تعال معايا نشوف. احنا بنجيب كيلو الا ربع لحمة مفرومة، وبنضيف عليهم ربع كيلو من دهون البوش. والدهون دي بقى يا سيدي لا بتسلق ولا بتدوب، لدرجة ان الجزارين بيطلقوا عليها اللحمة البيضة. وبالرغم من انها رخيصة جدا الا انها مكون مهم قوي لمرونة واستكة الكفتة، مش زي الكفتة التركي اللي بتبقى مفتلة كده وناشفة. لكل كيلو لحمة بنضيف بصلاية كبيرة مبشورة وشوية فلفل اسود ورشة جوز الطيب وبس كده. بنضيف كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر عشان تبقى مفرغة كده من جوه ومش ملكومة. أهم خطوة عندنا عشان اللحمة تسمغ معانا كده وتأستك فما تنزلش من السيخ أو المكرونة هي ضرب المكونات كويس جدا في الكبة لحد ما تبقى بالقوام ده، حاجة كده أشبه بالمعجون. نسيب اللحمة تريح في التلاجة ونروح نحضر الصلصة بتاعة المكرونة اللي بتكون عبارة عن معلقة كبيرة من الثوم على الفلفل، بنشوحهم في شوية سمنة لزوم الطعم وشوية زيت لزوم الفلفل. ريحتهم الحلوة تهفهف كده نقوم ضايفين معجون الطماطم ونشوحه شوية، وبعد كده نبتدي نضيف المية اللي بنكترها عشان المكرونة دي هي اللي هتسوي المكرونة والكفتة. ونضيف شوية ملح وفلفل اسود وشوية سكر عشان يعادل الطعم. والمكون المهم جدا جدا في اي ريد صوص هو الزعتر، بيودي الطعم في حتة تانية. هي ايه الحتة التانية دي؟ نفسي اعرفها ما بعرفهاش. ولو قولونك تمام بقى خد مني التركة دي. بعد ما الصلصة بتغلي بنحط شوية توم بفلفل كده ني في ني للصلصة، بنبل ايدينا بشوية زيت وناخد شوية مكرونة ونصبع عليها الكفتة بالشكل ده. بصوا مسمغة وماسكة في المكرونة ازاي وعمرها ما تفك مهما عملنا. المهم والصلصة بتغلي ولازم تكون بتغلي كويس قوي عشان اللحمة ما تفكش، بننزل بالمكرونة ام كفتة وغطي. اول ما الكفتة تدخل على سوا ما تغرش بان المكرونة اللي بره استوت، عشان المكرونة اللي تحت الكفتة بتحتاج وقت اطول في السوا. وعشان كده بغز الكفتة بستيك من بتوع الشيش طاووق وابتدي اسقسق لها بالصلصة بالشكل ده بحيث السوائل تدخل جواها وتسويها من جوه. والحركة دي مهمة جدا جدا والا هتطلع عصيان نية من جوه وشبه المكرونة بتاعت لبنى عبد العزيز ورشدي أباظة في فيلم من حواء. المهم بقى عايزة اقول لكم ان ده ألذ وانجز غدا ممكن تعملوه في حياتكم. هنحط لكل واحد طبق في كفتة بمكرونته بقى بكل حاجته جنب شوية سلطة وادعيلي. وعلى فكرة أنا مش متعصبة للأكل المصري عشان أنا مصرية، بس حقيقي عمري ما كلت كفتة في حياتي بتنتمي لأي بلد في الدنيا وعجبتني قد الكفتة المصري. بتبقى بأستكة كده وجوسي وفيها مطة تجنن. وسبحان الله كل ده عشان بنضيف مكون رخيص جدا يزود الكمية. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك إحنا شعب جميل قوي صاحب مزاج في الأكل ويعشق الابتكار فيه حتى لو بأقل وأبسط الإمكانيات. ومش الأكل بس على فكرة، إحنا حياتنا كلها كده. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهي.